أول 4 ساعات هيبقوا جحيم، مخِّك هيصرّخ، أنا عايز موبايل، أنا عايز أشوف مين بعت لي، أنا زهقان، هاموت. هتحسّي بقلق وتوتُّر وممكن صداع. ده بالضبط اللي بيحس بيه المدمن لمّا تسحب منّه المخدرات، اللي هي أعراض الانسحاب، وده الدليل إنِّك كنتِ مدمنة للدوبامين الرخيص. بس لو صمدتِ وعدّيتِ مرحلة الزهق المميتة دي، السحر هيحصل على آخر اليوم. هتحسّي بحاجة غريبة بقى لِك سنين ما حسّيتيش بيها، هتحسّي بالهدوء، مُخِّك هيبدأ ينضّف المستقبلات، هتبدئي تفتّحي تاني، وفجأة هتلاقي إن قعدة البلكونة ممتعة فعلًا، هتلاقي إن طعم الأكل العادي بقى حلو، هتلاقي إن عندِك طاقة وقدرة إنِّك تمسكي كتاب وتذاكري أو تشتغلي من غير ما تزهقي بعد دقيقتين، لإنِّك رجعتِ إنسانة طبيعية مش مكنة استهلاك. السؤال دلوقتي مش إزاي أعمل ده، السؤال هو هل أنتِ عندِك الشجاعة الكافية إنِّك تواجهي نفسِك 24 ساعة بس، والّا هتفضلي مدمنة للزراير والshorts؟ جرّبي حتى يوم واحد واكتبي لي في التعليقات لو قدرتِ تكمّلي للآخر. احفظي الفيديو ده عندِك وشاركيه مع أصحابِك، ولمّا تقدري فعلًا ارجعي واكتبي لي النتيجة في التعليقات. الحياة اختيارين، يا تسيطري على مخِّك يا مخِّك يسيطر عليكِ. مستنياكِ في التعليقات. أشوفِك الحلقة الجاية.